السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو فيه ان شاء الله غادي نهضروا على الكماله ديال الوثائق اللي غيتحتاجوا بالنسبه للناس اللي مهتمين بزواج الاجانب او الزواج المختلط. الوثائق اللي غيتحتاجوا بالنسبه للطرف المغربي. الفيديو اللي قبل هضرنا على الوثائق اللي غيحتاج الطرف الاجنبي، وثائق اللي فيهم شويه ديال الوقت، كياخذوا الوقت وفيهم شويه ديال تماره. اما بالنسبه لهاد الوثائق صراحه ديال الطرف المغربي راهم ساهلين، ممكن تاخدهم في نهار او يومين على حساب كل واحد وعلى حساب الوقت اللي مشى فيه والمدينه اللي فيها هو. بالنسبه لهاد الوثائق اللي غيحتاج الطرف المغربي اللي غنقول لكم دابا، سواء للراجل سواء للمراه، يعني بحال ما كاينش اختلاف في هاد الوثائق. وغنبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم. اول حاجه غنحتاجوها هي شهاده اداريه لابرام عقد الزواج، اللي كنقولوا ليها باللغه الدارجه ديالنا اللغه العاميه شهاده الخطوبه. هاد شهاده الخطوبه شنو غتحتاجوا ليها؟ تحتاجوا تمشوا للمقاطعه تاخذوا نسخه كامله على حساب الحاله العائليه ديالكم، واش مطلق او ارمل او اعزب، المهم على حساب الحاله العائليه ديالكم كتكون مكتوبه فيها مضمنه فيها صافي. وكتمشوا للمقاطعه وكتطلبوا شهاده ديال الخطوبه. بطبيعه الحال ضروري من جوج ديال الشهود اللي حتى هما تيشهدوا على حساب الحاله العائليه ديالك، شنو هي مطلق مزوج اعزب او ارمل. هذه هي الدور ديال هاد شهاده الخطوبه. وبالنسبه للوقت ممكن تاخذوها في نفس النهار، على حساب ممكن تاخذوها نهار الاخر على حساب نتوما واش جبتوا الشهود واش ما جبتوش الشهود، واش كاين اللي غيوقعها لكم ولا لا، على حساب. المهم هذه اول وثيقه هي الشهاده اداريه لابرام عقد الزواج. ثاني وثيقه هي شهاده طبيه قصد الزواج. الشهاده الطبيه بالنسبه للطرف المغربي راها سهله، غيمشي لسبيطار الحومه ولا سبيطار المخزن اللي تابع ليه على حساب السكنه ديالو، وغيقول لهم راني بغيت شهاده طبيه قصد الزواج، كيعطوها ليه، راها مجانيه. وراه ممكن اللي ما عندوش الوقت وهذا راه ممكن يمشي للطب العام مثلا، كاينين اطباء اللي كيعطيوها يقولوا بغينا شهاده طبيه. الغرض من هذه الشهاده الطبيه هو ان داك الشخص خالي من الامراض المعديه، يعني ما فيش شي امراض خطيره او امراض منقوله جنسيا. عندنا نسخه كامله من رسم الولاده، كيف ما قلت لكم في الاول غتحتاجوها لشهاده الخطوبه وتحتاجوها كنسخه يعني كوثيقه غترفق مع الطلب ديال الاذن بالزواج. غديروا نسخه كامله من رسم الولاده، الجدر كيف كنقولوا ديال الحاله مدنيه، ماشي نسخه من عقد ازدياد، لا نسخه كامله. غير باش تفهموا كنحاول نشرح لكم باش تعرفوا الوثائق، حيت بعض المرات كاين اللي كتقول لي ما كيعرفش الحاله المدنيه من عقد، كيقول عقد ازدياد اولا كي كنقولوا حنا جدر ديال الحاله مدنيه، وهذا على حسب الوثائق. النسخه من رسم الولاده راه ماشي هي نسخه كامله، يعني غير باش تعرفوا غير الفرق بيناتهم. عندنا بالنسبه للناس اللي هما مطلقين، كاينين الناس اللي كيكونوا نساء مطلقات او رجال، شنو غيحتاجوا؟ عندنا حكم نهائي بالتطليق في حاله التطليق، وحكم او رسم الطلاق في حاله الطلاق. بالنسبه لهاد الوثائق طبيعه الحال اللي ما عندوش مثلا فايت متوضر ليه ولا شي حاجه، هاد الحكم النهائي راه يكون عندك غير المراجع ديال الملف ديالك ديال الطلاق، وكتمشي للمحكمه ديال الاسره اللي على حسب المدينه ديالتك صافي، وكتطلب نسخه من الحكم، كتعطيهم المراجع، وهذا كتهبط تقدر الا كان الملف في الحفظ كتمشي تجيبو من الحفظ او الارشيف صافي، وكتاخذوا المراجع، كتعطيهم المراجع الملف او الاسماء ديالكم والسنه اللي طلقتوا فيها صافي، وكيعطوكم الحكم ديالكم بالطلاق او رسم الطلاق على حساب نتوما سميتو. اللي تلف كاع يقدر يمشي عند العدو اللي كان مثلا تكلف ليه بالزواج، هذا راه يتكلف ويجيب ليه نسخه الحكم، راه ماشي صعيبه، راه تاخذوها في نفس النهار، تمشوا للمحكمه وتاخذوها في نفس النهار. عندنا الوثيقه الاخرى، عندنا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه. النسخه من بطاقه التعريف الوطنيه هذه راه حاجه ضروريه، راه في كاع اي طلب غادي تقدموا راه ضروري من لاكارت ناسيونال اللي كتثبت الهويه ديالك، وهذه حاجه ضروريه. عندنا شنو اخر؟ عندنا التصاور. بالنسبه للتصاور 4 صور فوتوغرافيه اللي غيطلبوا لكم تكون حديثه العهد، يعني جديده، ما تكونش قديمه، تكون يلا دايرينها وهذا. وبالنسبه لهاد الوثائق كاملين
كتجمعوهم وكتديوهم تجمعوا الطرف الاجنبي مع الطرف المغربي. يعني الوثائق اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل مع هاد الوثائق اللي هما للطرف المغربي كتجمعوهم وكتقدموهم مع طلب الاذن بالزواج. يعني ورقه كيكون فيها طلب الاذن بالزواج المختلط كتشدوه كيكون موجه للسيد قاضي الاسره المكلف بالزواج. طبيعه الحال كيف ما كنقول لكم على حساب المدينه اللي نتوما تابعين ليها محكمه الاسره. فهمتوا كيفاش؟ الناس ديال كازا مثلا راه كيمشيو لمحكمه الاسره اللي كاينه في الولفه، تما فيك يدفعوا هاد الطلب صافي وكيتسناو الموافقه. وكاينين اجراءات اخرى من بعد كيكونوا، ولكن هادو هما الاجراءات اللي كاينين دابا. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للاجراءات ديال الزواج المختلط بالمحاكم راها مجانيه، ما كتحطوا حتى درهم من غير اللي كان لي كوبي. وهذا الشيء راه حاجه مفروغ منها، شي حاجه اللي عاديه. صافي راني عطيتكم وثائق نعاودهم لكم باش تبقاو عندكم. عندنا شهاده اداريه لابرام عقد الزواج، شهاده خطوبه، شهاده طبيه قصد الزواج، نسخه كامله من رسم الولاده، حكم نهائي بالتطليق في حاله تطليق، وحكم او رسم طلاق في حاله طلاق، ونسخه من البطاقه الوطنيه، التعريف الوطنيه، 4 صور فوتوغرافيه. صافي كتجمعوهم كترفقوا مع الطلب. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه والوثائق كاملين اللي غتجمعوا تكونوا نكون فدتكم في هذا الفيديو. بالنسبه كانوا بزاف ديال الناس طرحوا عليا بزاف ديال الاسئله، نحاول نحط فيديو خاص بدوك الاسئله سؤال جواب ونجاوبكم على دوك الاسئله على حساب الدرايه ديالي وعلى حساب على حسب الوثائق وهذا زعما داكشي اللي كنقلب عليه وهذا نحاول نجاوبكم. صافي كان هذا هو الفيديو ان شاء الله ديال اليوم. حاولت نذكر لكم الوثائق كاملين من الاول حتى الاخر، ما نساو لكم حتى شي حاجه. ان شاء الله تسناوني في فيديوهات الجديده، واللي كيشوف القناه ديال اول مره يشترك فيها ويدير لايك باش يطلعوا الفيديوهات ويشترك ويضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يتوصل بالجديد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى نكون فتكم وعمت الفائده. نخليكم في امان الله. السلام عليكم.